مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الفايش الصعيدي بطريقه سهله وبسيطه. تابعوا المقادير والوصفه. اول حاجه هحضرها، حضر معلقتين لبن بودره. شوفوا، بصوا في الشكل ده، شايفين البرطمان ده كام؟ كام طبقه؟ واحد اتنين تلاته، تلات طبقات. عملت الطبقات دي ازاي؟ انا هقول لكم ازاي. جبت معلقتين لبن بودره، دوبتهم في كوبايه ميه، كوبايه العصير يعني، ورفعتهم على النار. اول ما بدأ يغلي معايا اللبن، يعني قبل ما يغلي هو وبيسخن كده، طفيت عليه النار وجبت البرطمان المربى دي اللي انتوا شايفينه، وحطيت فيه 10 قرون فلفل احمر شطه حاميه، وحطيت عليه معلقتين سمسم مطحون، متكسر، مش هقول مطحون، سمسم متكسر يا جماعه. تمام. وقلبتهم كده وقفلت عليهم البرطمان كده، برشمته كويس. وجبت حله وحطيت فيها البرطمان ده وغطيتها ودفيته. ولعت فرن البوتاجاز، سبت الفرن يتدفى، وبعد كده طفيت الفرن ودخلته بالحله بتاعته فين؟ فرن البوتاجاز. وبقيت كل ساعتين اروح ابص عليه، ادفيله البوتاجاز وادخله، ادفيله البوتاجاز وادخله. تمام يا جماعة. أهم حاجة في اللحظة دي إن الفرن تبقى دافية على طول، فكل ساعتين بروح أدفي الفرن. الخميرة دي بعملها بقى إمتى؟ بعملها من الصبح، من الساعة 6 الصبح كده لحد تاني يوم، وهي بكون أنا رايحة جاية عليها بدفلها البوتاجاز. أول ما بلاقيها خمرت، بعرفها إزاي خمرت؟ شفتوا الشكل البرطمان اللي شفتوه معايا في الأول ده، اللي هو شكله الثلاث طبقات دي، اول ما يفصل معاكي بالشكل ده بكده الخميره بتاعتك نجحت. بجيب كيلو من الدقيق، بكسر عليه البرطمان ده، يعني بفتح البرطمان واعجنه واستنى وادفي البوتاجاز وادخلها واستناها ان هي ايه؟ تدفى. تمام تمام يا جماعه. اول ما بتدفى الخميره بتخمر، يعني انا دلوقتي بختبر الخميره اللي انا عملتها، هلقاها خمرت معايا ما شاء الله. انا ما لحقتش اصور لكم الحله بعد ما عجنت فيها، لاني كانت ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، ملت الدنيا، بهدلت البوتاجاز والحله اتبهدلت. فعلى طول جريت بيها وكبتها فين؟ في الكروانه اللي انتوا شايفينها دي، على الدقيق اللي انا عايزه اعجن عليه. حطيت رشه ملح على الدقيق ونزلت بعجن ايه؟ بالميه. كنت ضفت يعني الخميره اللي انا عملتها والميه واللبن. ما عندكيش لبن تقدري تستعملي ايه؟ ميه ولبن بودره. بس هي باللبن الكحك بيبقى احلى، ومش بيبقى معصعص ولا بيبقى اي حاجه، بيبقى جميل وهش وحلو جدا. كله ده يعتمد برضو على نجاح الخميرة. بعجن كويس، وأهم حاجة بعجنه على الناشف زي ما انتوا شايفين. شايفين أنا كله ده عجناه على الناشف يا جماعة، ما كترتش لبن بحيث إن هو يطرى مني، لا أنا بخليه بخلي العجينة بتاعتي إيه؟ متماسكة شوية. وبجيب السمنة، ده كيلو من السمنة، بقدحه على النار، بس يعني بخليه دافي، مش بقدحه خالص، لا أنا بدفيها السمنة دفي كده، بسيحها يعني بمعنى أصح. وبعجن كده زي ما انتوا شايفين. عجنت كويس كده العجينة بتاعتي ما شاء الله عليها. وهيني بشرب العجين السمنة كده، شربته السمنة كويس زي ما انتوا شايفين، سمنة وديته رشة سمسم، وهتشوفوا الكحك بتاعي اهو ما شاء الله عليه. بحضر الصواني بتاعتي، الصينية كده بتبقى مدهونة، ببقى دهناها يا زيت يا سمنة. وبقطع ازاي؟ انا بقطع بقى على الطبلية. شوفوا بقى انا بقطع ازاي. بدي الطبلية دهنة كده بالزيت ولا بالسمنة زي ما انتوا شايفين. بمسك العجينة بتاعتي بحطها على الطبلية. هتشوفوا التقطيعة بتاعتي، انا بحبها التقطيعة دي بصراحة. كده شربته كل السمنة. تمام. بمسك العجينة كده واجي لفاها على الطبلية زي ما هتشوفوا معايا كده اهي، الفها زي ما انتوا شايفين، لحد ايه؟ ما اعمل الحجم اللي انا عايزاه. دي الطريقة دي منجزة، احسن من اني انا اقطف في العجين كده اهو زي ما انتوا شايفين، وبالسكينة واقطع، بالسكينة واقطع. وعلى الصينية يدوب لفة واحدة كده بديها وانزلها على الصينية اهو شايفين، بديها لفة واحدة وبحط فين؟ في الصينية. بالطريقة دي بكون ايه؟ بعمل الكحك بتاعي او الفايش. هو ده الفايش. كده خلصنا ايه؟ ادي عجين الفايش وادي خميرة الفايش اللي الناس كلها بتسأل عليها، ادي كده خلصناه بمنتهى السهولة. هو متعب ان هو بيصطنع على صنعتين، يعني اني بتسويه بعد كده بترجعي تجرجشيه او تحمريه، فهو ايه؟ شغله حلو يعني بصراحة، بس عايز ايدين كتيرة. تمام. بتلافة اللي قطعتها بالسكينة بديها لفة واحدة واحط في الصينية، لفة واحدة واحط في الصينية، وهكذا.
طريقة سهلة وبسيطة، بالسكينة مش هتاخدي لا وقت ولا مجهود. أحسن ما تقطعيه بإيدك كده تنتشي كده وبساوي كده زي ما انتوا شايفين، بحيث ان انا لما اجي اقلب الصينية يطلع كله مع بعضه مرة واحدة. هكتب لكم انا المقادير برضو، مقادير الخميرة في صندوق الوصف، اللي عايز يعمل المقدار بالمظبوط يعني. هكتب لكم الخميرة برضو. في ناس بتحب تحط له سكر، وفي ناس بتحب تحط له بيض، وفي ناس بتحب تحط له بيكنج باودر. انا بعمله بالطريقة بتاعت امي وستي وجدتي وبتاعت اهلي كلهم يعني. دي الطريقة المظبوطة الصعيدية بتاعتنا احنا اللي ماشيين بيها. عرفنا الخميرة بتتعمل ازاي. معلقتين لبن بودرة على كوباية العصير، اللي هي كوباية العصير نحط فيها مية ونقلبهم ونحطهم على النار نرفعهم. وأول ما يدفى معايا اللبن باجي طفي عليه النار، واجيب برطمان المربى القزاز، واحط فيه اللبن، واحط فيه معلقتين السمسم اللي متكسرين، واحط فيه 10 قرون من الفلفل الأحمر الحامي، ودفيهم واقفل عليهم البرطمان كويس. وما افتحش البرطمان غير تاني يوم لما الخميرة تخمر معايا. وافضل كل ساعتين ادفي البوتاجاز واحط البرطمان في حلة واغطيه بقماشة كويس كده، وادخله الفرن على فرن مطفي بس تكون دافية الفرن. كل ساعتين اروح ابص عليه، او كل 3 ساعات، الدنيا صيف والدنيا حر. كل 3 ساعات يعني، اللي عايز يجرب ان هو يعمل خميرة الكحك ويشوف هتنجح معاه ولا لا، وبإذن الله هتنجح. في الصيف ده احسن ميعاد ان الواحد يجرب فيه الخميرة بتاعت الكحك. انما في الشتاء لا، في الشتاء هي متعبة وهتقومك كل نص ساعة انك تقومي تدفي الفرن وتشوفيها دافية ولا ساقعة. لكن دلوقتي الجو صيف، فيعني الفرن بتقعد دافية برضه على قدر المستطاع. فكل ساعتين أو كل 3 ساعات هتروحي تبصي عليها. وأهم حاجة تكوني حطاها في حلة ومغطياها قماشة تحتيها وقماشة فوقيها، مغطياها وكمراها كويس كده عشان تخمر معاكي. وأول ما بيخمر في البرطمان بعرفه ازاي، بلاقي اللبن ما بقيش لبن، بقى أصفر من تحت ومن فوق، في طبقتين تانيين، يعني بيبقى 3 طبقات. تاجي أول ما هتفتح البرطمان هتلاقيه زي اللي هيفرقع كده في وشك. ده كده يبقى الخميرة كده ما شاء الله عليها. تمام. هعمل صواني الكحك كلها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها. وادي الكحك بتاعي بعد ما خمر ما شاء الله عليه، شايفين الحجم بتاعه بيتضاعف. بدخله على فرن سخن. انا عندي الفرن الحديد دخلته فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله عليه. اول ما بيطلع بقلبه من على الصواني، اول ما هيستوي معايا هقلبه من على الصينية زي ما انتوا شايفين، بكسره كده بيفلت، مش محتاج اني انا يعني، بصوا دايب في ايدي، دايب ما شاء الله عليه. شايفين طري ازاي؟ شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله عليه زي الفل، زي العسل، كحك زي العسل يعني، ما شاء الله عليه. شايفين عامل ازاي؟ تابعوا الطريقة والوصفة وبإذن الله هتعجبكم. ده كده الكحك، هستنى عليه يبرد. بعد ما يبرد هرصه في الصواني وادخله الفرن اجرجشه. شايفين زي العسل، مستوي من تحت ومن فوق ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. تمام.
احنا بنحبه كده يعني، ما شاء الله عليه. هندخله على صواني بعد ما يبرد، وايه ونقرقشه. هنشوف الشكل بعد القرقيش. يعني انا بحطه في صواني، برصه في صواني وبدخله الفرن. بخلي الفرن الاول ولع من تحت ومن فوق كده، بديله لون من تحت ومن فوق، بعد كده بطفي النار عليه من فوق وبسيب من تحت ولع عليه زي الشمعة. شفتوا الشمعة؟ بسيبها ولع عليه زي الشمعة. بياخد حوالي ساعة ونص او ساعة على حسب الفرن. اهو زي ما قلت لكم برصه في الصواني كده بالطريقة دي، وبسيبه ايه يتقرمش او يتحمر فيها. احنا بقى بنحبه احمر، ما بنحبوش ابيض. تمام. وكل واحد بقى ايه وذوقه. تابعوني بقى على قناتي وصفة مفلفلة للحلو الحادق. مع السلامة. ما تنسوش الاشتراك في القناة.